الله يمسيكم بالخير. من سلسلة تبسيط الرسم، اللي هي لو بغينا نرسم مثلا وحش من الوحوش، سواء النمر أو الكوغر على قولتهم اللي يسمونه الأسد الجبل، أو حتى لبوة. يعني ملامحهم تقريبا متقاربة، أو العناصر الوجه يعني. أول شيء مثلث بالشكل هذا. طبعا تكون يدك خفيفة على القلم. دائرة هنا، دائرة هنا بالجنب، دائرة هنا كبيرة أكبر من هذولي، وهنا تقريبا بيضاوي. هذا محيط الوجه. هنا إذن، هنا إذن، هنا مثلث، هنا مثلث. بعدين تبدأ عاد بالتفاصيل. خط ينزل من هنا من المثلث وينزل تحت مع الدائرة هذه. نفس الدائرة هذه اللي تحت تاخذ تعرجات اللي هو الحنك. طبعا هذا ياخذ لون أسود اللي هو الفم. العيون قوس ونقطة فوق عند السقف العين أو خط العين العلوي. الشكل البيضاوي هذا ياخذ تعرجات على أساس يعطي إحساس الفرو. وسط الأذن ياخذ لون غامق على أساس يعطي عمق الأذن. هنا نفس العملية، ياخذ يسمونها التعرجات على أساس إحساس الفرو. هذا بالنسبة للوجه إذا كان عادي يعني. طبعا تجي تمسح هذا، خلاص تمسح من هنا، تعدل بعض التعديلات عليها. لما يكون الأسد أو الحيوان هذا فاتح فمه تمسح اللي تحت هذا، سوي خط من هنا وخط من هنا. طبعا اللي تحت يكون يعني أصغر من اللي فوق، اللي تحت أضوق من اللي فوق. هنا الأسنان، أطراف هنا الأنياب، تحت الأنياب السفلية. طبعا الأسنان اللي تحت، بعدين الأنياب الثانية هذه. تحط مجال للسان هنا. طبعا اللسان يكون كذا مقوس، ياخذ مساحة هذه. الباقي كله ياخذ لون غامق على أساس يعطي عمق الفم المفتوح. ونجي نرسم الحنك هنا مرة ثانية. مع فتحة فمه يفترض أن عيونه يعني ما تكون بالشكل هذا، تكون مجرد خطوط. وعندها خطوط هنا بالأطراف. الخشم يكون فيه تعرج أساس يعطي إحساس الغضب. هنا فيه كذا زي الشرطتين يعني تفاصيل. بس الكلام على شلون بالبداية اللي هي دائرة هنا، دائرة هنا. إذا سويت الدوائر هذه خلاص تبدأ تتكون ملامح قدامك. الأذان نفس العملية، إذا كان يعني بشكل غاضب ما تكون واقفة بالشكل هذا. عادة الحيوانات هذه، القط وغيره تكون راجعة على وراء. طبعا هذا بقي جسمه. لنفرض انه مثلا جالس هذه الشوارب. تعرجات اللي عند العيون أساس يعطي إحساس الغضب. هذا لتظليل اللسان. ممكن يكون جالس، وممكن يكون مثلا، طبعا إذا كان جالس بالشكل هذا أو إذا كان واقف، إذا بتخليه مثلا زي اللي متوثب مثل الهجوم، يبين جسمه من وراء بالشكل هذا. هذا الكتف، هذا ظهره من وراء، كانت جاي طالع على عصات وهذا باقي جسمه من وراء. الليلة حرامي. هذه الرجل. الله أكبر.
هذه اليد الأولى، اليد الثانية مثلا كذا جاية، لنفرض أنه طالع على صخر وباقي جسمه وباقي رجوله نازل من ورا من هناك. هذا الآن تقريبا شكله كامل. تبدأ بالتفاصيل اللي هو البطن وظل الرجول والشغلات هذه، لكن بالبداية أرجع وأقول اللي هي البداية، بداية البداية مثلث، دائرة هنا خفيفة، دائرة هنا خفيفة. طبعا يكونون صغار ذولي، اللي تحت هذه هي الكبيرة تقريبا، من رأس المثلث إلى تحت الدائرة هذه. الدائرة هذه بتكون الحنك البيضاوي بشكل كامل اللي هو راسه. كل ما كان رافع راسه كل ما انزل مستوى البيضاوي هذا، أساس تجي العيون هنا، هذه الأذان، هذه الخشة أو الفم. ونفس العملية نقول إذا كان فاتح فمه نخليه بالشكل هذا، الأنياب وبينهم الأسنان، وتكون اللثة باينة على فكرة، يعني ما تكون الأسنان بس اللي باينة. ظهور اللثة يبين، يعني يعطي إحساس أقوى بالنسبة للغضب. هذه الأسنان اللي تحت الأنياب، تظليل الفم أو تعتيم الفم على أساس يعطي عمق للفم. اللسان هنا. هذا الحنك اللي تحت. دائما العيون تكون شبه مغلقة لما يكون كذا شاد ملامح وجهه، يعني معصب. خلينا نخليه واقف كذا وملتفت. فهذه من ضمن سلسلة تبسيطات الرسم بالنسبة للوحوش. وينطبق الكلام هذا كله تقريبا على القط، على الأسد، على النمر، على كل الضواري هذه والمفترسات. هنا إذا كان رأسه نازل، يعني يفترض أن نخلي الرأس يعني نوعا ما يبين بالحيل، لأنه بيكون هنا اللي هو تظليل الرقبة بالشكل هذا. يكون في خط بالنص. شوفوا كل ما أضفنا شيء كل ما زاد عندنا حدة الشعور بالنسبة للانفعال أو الغضب والحالة اللي هو فيها يعني. في تعرجات عند العين. فهذه توسيطات الرسم دائما تعتمد على الدوائر، دوائر صغيرة، دوائر كبيرة، العيون، وسبق وسويت حق الخيل وحق الجمل، وكل شيء تقريبا نرسمه يعتمد على البداية الدائرة، وتحط عاد الدوائر أنت على حسب وضعية الشيء اللي ترسمه أنت، ملتفت، واقف، رافع راسه، منزل راسه، وهكذا. مثلا الآن ترسم القط مثلا مع الجنب دائرة وبروز صغير جدا هنا، يمكن كبرته هنا بعد زيادة.